اقوى موبايل فلاج شيب كيلر من شاومي وصل ال 15 تي برو، وده ال 10 تي برو من 5 سنين. اشتريته ما عطلش عشان تفهم قد ايه السلسله دي قويه. متحمس قوي اشوف شكله السنه دي عامل ازاي. تعال نفتحه مع بعض. بص بقى كده الموبايل هنرجع له والعلبه بقت فاضيه. طبعا كيبل الشحن، كتيبات، الكيس نيجي بقى للموبايل ذات نفسه. واو، طبعا هويه التصوير مدعومه من لايكا والميديا تك دايمنستي 9400 بلس. ده المعالج الوحش اللي بيجي مع الموبايل ده، مع 144 هرتز ريفرش ريت، فده حاجه جامده. بطاريه قويه جدا 5500 ملي امبير 90 واط. وتعالى نفتح الموبايل. الله، اوف، لون الموبايل خطير، لازم اوريهولكم. فريم الكاميرات في حته تانية الصراحه. لا احنا نفتح الموبايل بقى، ده اقوى فلاج شيب كيلر بينزل في السوق بشكل عام، مش من شاومي بس يعتبر. طيب فتحنا الموبايل، والموبايل ده خطير يا جماعه بمعنى الكلمه. وشاشته الوانها كده من الاول، الانطباع الاول فظيعه. الملمس بتاعه كماتيريال والوزن مظبوطين ظابطه في الايد. ولكن في حاجه في الكاميرا اكتشفتها، اي 5 اكس هنا لو بصيت في الصور البورتريه كمان. فلو انت عاوز مقارنه مع الايفون 17 برو ماكس رغم فرق السعر، ده هيؤدي لان لايكا عامله شغل قوي. فاكتبوا لي ساعتها اعمل لكم مقارنه شامله. واكتب لي حابب تعرف ايه عن الموبايل الوحش ده في الريفيو التفصيليه. بس كده اعمل لايك للفيديو، فول عشان كل جديد، بنتعب عشان نقدم لك المحتوى ده. بحب اشوفكم تاني، سلام.